المغرب قلب الطاولة والجزائر بقات غير كتفرج. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم عندنا موضوع سخون بزاف، وهاد المرة ماشي غير خبر عادي، لا اليوم غادي نهضروا على المغرب اللي بدا كيدخل لمرحلة جديدة عسكريا وبحريا، وهاد الشي خلى بزاف ديال الناس في الجزائر مشدوهين ومتنرفزين. قبل ما نبدا ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، حيت القادم أخطر بزاف. هاد الأيام خرج خبر قلب الموازين في المنطقة، وهو أن المغرب غادي يتوصل بأول فرقاطة حربية إسبانية متطورة من شركة نافانتيا. وهاد السفينة ماشي لعبة ديال البحر ولا قارب صيد، هذه قطعة بحرية عسكرية متطورة تقدر تبدل بزاف ديال الحسابات في المتوسط والأطلسي. والمضحك في الموضوع أن بعض الإعلام الجزائري كان كيقول لنا لسنين الجزائر أقوى قوة ضاربة في المنطقة، الجيش الجزائري لا يقهر، المغرب ضعيف. دابا شنو وقع؟ المغرب بهدوء، بلا صداع، بلا تهديدات، بلا طبول الحرب، كيجمع التكنولوجيا، الصفقات العسكرية، الطائرات، الدرونات، ودابا حتى البحر ولا فيه كلام خور. المغرب اليوم ما بقاش غير كيشري السلاح، لا، المغرب ولا كيبني تحالفات قوية مع أمريكا، إسبانيا، إسرائيل وفرنسا وحتى بريطانيا. وهذا الشيء كامل خلى الرباط تدخل لمرحلة جديدة، مرحلة القوة الذكية. يعني المغرب ما كيهضرش بزاف ولكن كيدير الخدمة. في الوقت اللي بعض القنوات الجزائرية مازال عايشين في خطابات الستينات والحرب الباردة، المغرب داخل في مشاريع تكنولوجيا، صناعات دفاعية وتطوير بحري خطير. خلينا نهضروا شوية على هاد الفرقاطة الجديدة. هاد السفينة البحرية الحديثة عندها تجهيزات متطورة بزاف، رادارات قوية، أنظمة مراقبة حديثة، وقدرة كبيرة على حماية السواحل والمياه الإقليمية المغربية. يعني ببساطة أي تحرك في البحر غادي يكون تحت عين المغرب. وهاد الشيء علاش الجزائر متوترة، حيث الجزائر كانت كتعتبر راسها القوة البحرية الوحيدة في المنطقة، لكن الواقع تبدل. اليوم المغرب عنده درونات إسرائيلية متطورة، F-16 أمريكية مطورة، أقمار صناعية للمراقبة، دفاع جوي حديث، ودابا تحديث ضخم للأسطول البحري. يعني الصورة تبدلات كامل. الجزائر من جهتها الإعلام ديالها بدا يدخل في حالة هيستيريا. كاين اللي قال المغرب كيتسلح ضد الجزائر، وكاين اللي بدا يهاجم إسبانيا، وكاين اللي أصلاً ما قدرش يستوعب كيفاش مدريد ولات قريبة بزاف للرباط. لكن الحقيقة واضحة، إسبانيا اليوم فاهمة أن المغرب ولا شريك استراتيجي مهم بزاف، سواء في الأمن أو الاقتصاد أو الهجرة أو حتى مكافحة الإرهاب. أما الجزائر فالعلاقات ديالها مع بزاف ديال الدول ولات متوترة. والمثير في الضحك أن بعض الصفحات الجزائرية بقات كتقول المغرب غير كيمثل، كل شي دعاية. واش حتى الطائرات دعاية؟ حتى المناورات العسكرية دعاية؟ حتى الأقمار الصناعية دعاية؟ حتى الفرقاطة الإسبانية دعاية؟ وهذه دعاية ولات كتخوف بصح. المغرب اليوم كيلعب سياسة النفس الطويل. الملك محمد السادس من سنوات وهو خدام على تحديث الجيش المغربي بطريقة هادئة وذكية. ماشي كل نهار يخرج يهدد الدول، ماشي كل نهار يضرب في الطاولة، لكن في الواقع المغرب كيخدم بصمت، والنتائج كتبان مع الوقت. وهذا الشيء اللي كيخلع الخصوم أكثر. دابا السؤال المهم، علاش المغرب مركز بزاف على البحر؟ الجواب بسيط، حيث المستقبل الاقتصادي والعسكري كامل مربوط بالبحر. التجارة، الغاز، حماية السواحل، مراقبة الهجرة، الأمن البحري، وحتى الصراعات الدولية. والمغرب فاهم هاد اللعبة مزيان، خصوصاً بعد المشاريع الكبرى في ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخل الأطلسي والتوسع البحري الكبير. حتى الشعب المغربي بدا كيحس بالفخر، حيث لأول مرة المغرب ولا كيهضر بلغة القوة والتكنولوجيا،
ماشي غير السياسة. ودابا بزاف ديال الدول الإفريقية ولات كتشوف المغرب كقوة إقليمية صاعدة. أما الإعلام الجزائري فبعض القنوات ديالو مازال عايش في جو حنا القوة الضاربة، حنا الدولة العظمى، حنا الأقوى. لكن الواقع كيقول حاجة أخرى. القوة اليوم ماشي بالشعارات، القوة بالاقتصاد، التحالفات، التكنولوجيا والاستقرار. وهاد الحوايج المغرب خدام عليهم بقوة. والمثير أكثر أن المغرب بدأ كيدخل حتى المجال التصنيع العسكري. يعني مستقبلا المغرب ما غيبقاش غير مستورد للسلاح، بل حتى منتج لبعض التقنيات العسكرية. وهنا كتولي القصة أخطر بزاف. الجزائر صرفت مليارات الدولارات على السلاح الروسي، لكن السؤال فين هي النتائج؟ حيث بزاف ديال الخبراء بداو كيهضروا على مشاكل في الأسلحة الروسية بعد حرب أوكرانيا، بينما المغرب اختار التكنولوجيا الغربية الحديثة. وهنا الفرق الكبير. حتى في الدبلوماسية المغرب ربح نقاط كثيرة، خصوصا بعد ما دول كبيرة بدأت تعترف بمغربية الصحراء، أو على الأقل تدعم الحكم الذاتي، في الوقت اللي الجزائر كتخسر حلفاء واحد مور واحد. والمغاربة دابا بداو كيشوفوا بلادهم كتطور بسرعة، قطارات، موانئ، مشاريع طاقية، استثمارات، جيش متطور، سياحة قوية. يعني المغرب داخل بقوة للقرن الجديد. لكن خاصنا نكونوا واضحين، أي سباق تسلح في المنطقة ماشي حاجة زوينة للشعوب. الشعوب باغية التنمية، الخدمة والعيش الكريم. لكن ملي كاين التهديد وعدم الاستقرار، أي دولة خاصها تكون قوية وتحمي راسها. والمغرب اليوم كيبان أنه فهم هذه المعادلة. والدليل حتى الدول الكبرى ولات كتقلب على شراكات مع الرباط. أمريكا، إسرائيل، إسبانيا، فرنسا، الإمارات، كاملين عارفين أن المغرب ولا لاعب مهم في المنطقة. أما السؤال اللي محير بزاف ديال الناس، واش الجزائر فعلا خايفة من تطور المغرب؟ الجواب ربما نعم، حيث المغرب كل عام كيتقدم أكثر، اقتصاديا، عسكريا، دبلوماسيا وحتى إعلاميا. وفي نفس الوقت الشعب الجزائري مسكين باغي غير يعيش بسلام. لكن بعض الجنرالات والإعلاميين بقاو عايشين على شماعة العدو الخارجي، وكلما تطور المغرب كيخرج ليهم الضغط. المغرب اليوم ما بقاش نفس المغرب ديال قبل 20 عام. هاد الجيل الجديد ديال المغرب باغي التكنولوجيا، القوة، الاستثمار والتأثير الدولي. ولهذا السبب العالم بدا كيحترم الرباط أكثر. وهاد الفرقاطة الإسبانية الجديدة ماشي غير سفينة، هاد السفينة رسالة سياسية وعسكرية قوية. المغرب حاضر والمغرب كيتطور. دابا قولوا لي في التعليقات، واش فعلا المغرب ولا قوة إقليمية كبيرة؟ وشنو رأيكم في التوتر اللي واقع في الإعلام الجزائري بسبب التطور العسكري المغربي؟ وما تنساش تخلي لايك وتشترك في القناة، حيث القادم غادي يكون نار.